شكون فينا ما يبغيش هذوك الأكلات التقليدية اللي ساهلين وبالخوف نحضروهم، سيرتو بالويكاند كنديروهم مع قهوة العصر. الحاجة اللي نحتاجوها في وصفة اليوم: عندنا 3 كيسان تاع الفرينة، الكاس يكون ممسوح، العبار تاعه 220 مليلتر. نزيدو عليهم ملعقة صغيرة تاع الملح، ملعقة صغيرة تاع الخميرة الكيميائية، هي اللي تخلي لنا هاد الحرشة كيما نقولوا لها صحاب الغرب. الحرشة تخليها تجينا خفيفة، ونزيدو عليهم ربع ملعقة صغيرة تاع السكر. نخلطوا دوك النواشف مع بعضياتهم، من بعديها نضيفوا نص كاس يا اما من الزبده دايبه يا من الزيت، يا اما زبده دايبه وشويه من الزيت تخلطوا ما بيناتهم، يبقى عندكم الاختيار. وهنايا نبسوا العجينه تاعنا مليح حتى اللي نوصلوا هذاك الدهان لكاع الكميه تاع الفرينه اللي عندنا. نبسوهم مليح و ميم طون نحلوا هذوك الحبيبات اللي يتشكلوا لنا. بعد ما نكملوا نتحصلوا على هذا الخليط كما راكم تلاحظوا، يكون عندنا خليط رملي بريسك. نبداو نلموا في هذه العجينه تاعنا بالماء. هنا الماء ما يهمش يكون دافي ولا بارد ولا ما يهمش، كما كان نديروه. نبداو نضيفوا بكميه قليله ونبداو نلموا في هذيك العجينه. لا، بالنسبه للعجينه لازم نديروها طريه، ما نديروهاش شاده روحها بزاف، تكون طريه ودوك تلاحظوا الشكل تاعها في الاخير. ونلموها غير باطراف الاصابع كما راكم تلاحظوا. والماء ما نحطوش كميه كبيره خطره واحده، باسكو من بعديها غادي نضطروا باش نزيدوا الفرينه. نزيدوا الماء غير بشويه ونلموا العجينه تاعنا تنحصلوا على هذه العجينه كما راكم تلاحظوا طريه وتكون شابه. هنايا انا كنت غادي نديرهم وحدين صغار وغير وحده برك درتها موين، يبقى عندكم الاختيار في الحجم اللي راكم باغيين ديروه. انا درتهم صغار وكاين حبه درتها موين، هنا تبقى عندكم نتوما هنا تقسموها كما تبغوا. مور ما تقسموها ديروها دوائر، ديروها دوائر وتخلوها تريح 5 دقائق حتى ربع ساعة. أنا نخلوها تريح فقط باش كي نبداو نحلو فيها ما تقعدش تورينا العجينة، ومن تحافظ لنا على الشكل تاعها يعني حنا نتحكموا في الشكل تاعها، رانا باغينه دائري ولا رانا باغيين الشكل تاعها باش تما ما تغبناش. بعد ما خليتها ارتاحت فقط 5 دقائق، هنا جيت غادي نحلها. هنا كتبغوا تحلوها يبقى عندكم الاختيار: اما ديروا الفرينه ولا ديروا شويه سميد رقيق ولا ديروا لا شابلور. انا هنا نبغي نديرها بلا شابلور باسكو تمد بنا شابه، ما لها شويه قرميشه شابه بزاف فيها. بالنسبه للسمك تاعها كما راكم تلاحظوا ما تكونش رقيقه بزاف ما تكونش غليظه بزاف. كما تقدروا تحلوها او تمتم طيبوها، لكن انا هنا كنت حليتهم كاع مع بعض من بعدها طيبتهم كاع خطره واحده مع بعض. يبقى عندكم الاختيار، ماشي شرط تخلوها تريح، ولا هنا ما خليتهاش باش تريح، غير انا بغيت نخدمهم كاع حتى نكملهم عاد نطيبهم. ونكملوا كاع الحبات تاعنا بنفس الطريقه. بالنسبه لطريقه الطهي، نسخنوا الحاجه اللي كنا غادي نطيبوا فيها، نسخنوها مليح، من بعدها نردوا النار متوسطه ونبداو نحطوا في الحرشه تاعنا. ولازم نتقبوها كيما الطريقه اللي راها موضحه امامكم باش ما تنفخناش بزاف فوق النار. وكيما على بالكم رانا دايرين فيها لا ليفور ما بين اللي تنفخنا، على هذه لازم نتقبوها. وهنايا غير نشوفوها تحمرت من تحتها نبداو نقلبوها على الطرف الثاني، نحمروها من الجهتين وتكون النار متوسطه باش الداخل ما تبقى عجينه. ونكملوا كاع الحبات تاوعنا بنفس الطريقه. هنا بالنسبه للاسم يعني كاين اللي يقولها الحرشه وكاين اللي يقولها فطيره، كل واحد يعني كل منطقه وكيفاش يقولوا لها. كاين اللي يديرها بالسميد، كاين اللي يديرها بسميد وفرينه، كاين اللي يديرها غير بالفرينه. بعد ما كملت كامل الكمية اللي كانت عندي، هنا أنا قدمتهم مع جبن وزبدة وكونفيتور، يعني يبقى عندكم الاختيار، ميم تقدروا تخلوهم وحدهم وتقدموهم مع الشاي ولا قهوة بالحليب ولا كيما راكم باغيين. ديروها مع الصباح، ديروها مع العشية، يعني أي وقت تجي هي بزاف بنينة وتجي بزاف شابة. سورتو كي نردوها كي نحلوها في لاشابلور تمد بنا بزاف شابة وتمد لها قرمشة. وصفة سهلة بسيطة تقليدية وبالخوف نحضروها. إن شاء الله تكون عجبتكم الوصفة تاع نهار اليوم، ونتلاقاو في وصفة أخرى إن شاء الله.